هل شعرت يوما أن الحياة تسير بك في دائرة مفرغة، أنك تستيقظ كل يوم على ذات الهموم وتنام على ذات القلق، وكأنك عالق في مكان ما، لا هو بالراحة ولا هو بالحركة؟ ترى الأحلام أمامك، ولكن بينها وبينك حاجز لا يرى، حاجز من التسويف، من التردد، من ذاك الصوت الذي يقول لك: ليس الآن، لست مستعدا بعد. ولكن من قال إن التغيير يبدأ بخطوات عظيمة؟ ومن قال إنك تحتاج إلى قفزة خارقة لتعيد ترتيب حياتك؟ أحيانا كل ما تحتاجه هو خطوة صغيرة، فقط خطوة. يقولون: رحلة ال1000 ميل تبدأ بخطوة، لكننا كثيرا ما ننسى أن أعظم النجاحات بدأت من أبسط القرارات. ننسى أن لحظة صدق مع النفس قد تغير مصيرا كاملا، وأن ابتسامة في وجه يائس قد تعيد إليه معنى الحياة. ننسى أن التغيير لا يأتي دفعة واحدة، بل ينبت كالبذور، صغيرا خفيا لا يرى، ثم يكبر ويزدهر ويصير شجرة وارفة يستظل بها القلب. الله لم يخلقنا كاملين، ولا يطلب منا الكمال، لكنه ينظر إلى قلوبنا، إلى نوايانا، إلى محاولاتنا مهما كانت بسيطة. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ذرة، مجرد ذرة من الخير يراها الله ويكافئ عليها، فما بالك بخطوة صادقة نحو التوبة، أو قرار صغير بترك عادة سيئة، أو لحظة هدوء في منتصف الصخب تقول فيها: اللهم قربني إليك. تخيل لو أنك كل يوم، فقط كل يوم، أضفت شيئا واحدا بسيطا إلى يومك: ركعة في جوف الليل، دعاء قبل النوم، امتنان على نعمة كنت تنساها، سؤال عن أم أو أب، قراءة آية وتأملها والعمل بها. كم سيتغير قلبك بعد شهر، بعد عام، بعد عمر؟ نحن لا نحتاج إلى انقلابات جذرية لنكون أفضل، بل نحتاج إلى ثبات في خطوات صغيرة، خطوات نابعة من نية خالصة، من روح تشتاق لله وتعلم أن الطريق إليه ليس بعيدا، بل يبدأ من هذه اللحظة، من هذا القرار. تأمل قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هل هناك أمان أعظم من هذا؟ أن يكون الله حسبك، أن تمضي في حياتك وأنت مطمئن أن كل خطوة، وإن كانت صغيرة، فهي في عين الله عظيمة ما دامت في طريقه. لا تحتقر أي خير، ولا تقل: ماذا سيغير هذا؟ فرب لحظة إخلاص تبدل ما عجزت عنه سنين، ورب دمعة في خلوة تفتح لك أبوابا ما كنت تحلم بها. اعلم أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من الداخل، من قرار يتخذه قلبك قبل جسدك، من يقين يقول: أنا أستحق حياة أفضل، لأن الله خلقني لذلك، ولأنني أثق أن الله لن يخذل من طرق بابه ولو بخطوة. ابدأ صغيرا، ولكن ابدأ بنية عظيمة، وابحث عن رضا الله في كل تفصيلة من يومك، في نيتك، في عملك، في كلامك، في نظرتك لنفسك وللناس. ولا تنسى أن أكثر الناس إضاءة في هذه الحياة هم أولئك الذين بدأوا من العتمة، لكنهم لم يستسلموا لها، بل بحثوا عن شمعة ثم أوقدوها، ثم ساروا على نورها حتى صاروا هم النور. فابدأ من اليوم، ولا تنتظر أن تتغير الظروف. غير نظرتك أنت، قرب قلبك من الله، وثق أن كل خطوة صغيرة إليه سيقابلها الله بخير أعظم مما تتصور. اكتب لنا في التعليقات: ما هي الخطوة الصغيرة التي تنوي أن تبدأ بها اليوم؟ وما الآية أو الدعاء الذي يرافقك في كل بداياتك؟ ولا تبخل بهذا النور على غيرك. شارك هذا الفيديو، فقد يكون سببا في تغيير حياة شخص آخر. وتذكر دائما أن باب الله لا يغلق، وأن من بدأ بخطوة صدقا ويقينا وإخلاصا وصل.